بعد منتصف شهر آذار عام 2011 أصبح الشعب السوري ينتظر بفارغ الصبر ساعة بدء نشر الأخبار على الفضائيات، إلا أنه بعد حوالي عام شهدت أغلب المناطق السورية فقدانا حتى لأبسط المستلزمات الحياتية ومن أهمها الكهرباء، وبذلك توجه المجتمع السوري بكافة شرائحه لإيجاد البديل الممكن والمتوفر، ولم يجد أفضل من الإذاعات، وذلك بسبب إمكانية الوصول إليها في البيت والمحلات والسيارات وحتى الموبايلات. وقد يكون هذا السبب من أسباب انتشار العديد من المحطات الإذاعية المحلية في بلدات ومدن غربي كردستان بعد منتصف آذار عام 2011. ولكن السؤال هنا: هل يا ترى تقوم الإذاعات وخاصة في منطقتنا باعتبارها وسيلة إعلام بدور في نشر الوعي؟ وما هي الإشكالات التي تعاني منها الإذاعات في منطقتنا والتي تقف حاجزا وعائقا أمام قيامها بنشر وعي ضمن مجتمعها؟ بحسب رأي أحد مواطني المنطقة، فالإعلام ومنها الإذاعات له تأثير كبير على المجتمعات، فهو يزرع ثقافة، وقد تكون هذه الثقافة إيجابية أو سلبية. الإنسان فكرة، ازرعي فيه فكرة ينبت فكرة عنده، ازرعي فيه قتل يطلع فيه مجرم، فالإعلام هو أساسي بشكل عام يلعب دوره، يزرع فكر إيجابي أو سلبي، موجودة بالبيت بالسيارة، أهم شيء هاي موجودة بكل مكان، موجودة على الموبايل وكل ساعة نسمعها، في لها دورها، بس مقصرة كتير هلا حاليا، بدها كتير ترتيبات وبدها كتير حراميات وبدها أخصائيين يكونوا موجودين فيها. أي إذاعة ما تكون مدروسة وما يكون فيها أخصائيين فهي إذاعة فاشلة. بعض المثقفين يرون أن الإذاعات إذا لم يتوفر فيها الاستقلالية والموضوعية فإنها لن تستطيع القيام بهذا الدور. وضعي سوريا إيرو دولين تيرا ضرباز دبن إذاعات كان نسبة 100 وسرية صديق حفتين بينج مسيسا حركة جور أهداف خوي شخصي دمشي وبيسو بينج حتى سهي دورات هوعية جديدة. أما كو إذاعة موضوعي به ومستقل به وكأربي رأيها بكل صراحة بدي بحواجز فإذا إذاعة قلقها. يعني هر مالك درا كهرباء جديدة نبي ودرا اتصالات جينك هندا إلا إذاعة بقية. البعض يرى أن من إشكاليات الإذاعات في وقتنا الراهن أنها تغطي مساحات محدودة، كما أن غالبية المجتمع يفضل الحدث المرافق بالصورة، أي الحدث الذي يرى بالعين. راديو الدوراوي قلت قلسة لأنه يا وحداني تهنية حدث يك جاري خد بيني ويك تشتغلي ويك جهدار دكي ويبهتر بيش حدثاكو بس ما جهدار بكي سر مساحتك قلكي طنك تغطية ويجي سر مساحتك قلكي هندكة. ويبقى السؤال: هل الإذاعات في منطقتنا مدركة لأهميتها ودورها في نشر ثقافة ضمن مجتمعها؟ وما الذي تحتاجه لتصل إلى مستوى الإعلام الإقليمي في ترسيخ وتعزيز الوعي والتوعية؟